احفظ الفيديو ده كويس، مش هديك دايت اسبوع، هديك نظام تقدر تعيش عليه طول عمرك وتعدل فيه حسب يومك. ودي الحلقة الثالثة من سلسلة ازاي تبني لنفسك نظام غذائي اسلوب حياة. وما تنساش تشوف الحلقة الاولى والثانية علشان السلسلة دي بتكمل بعض. انا دكتور كريم امام، طبيب بشري واخصائي التغذية العلاجية، وفي 10 دقايق هتطلع ب5 حاجات. هتفهم جسمك وتصنيفه، البادي ماس اندكس، هتفهم احتياجك من السعرات بيتحدد ازاي وليه رقم واحد ما ينفعش لكل الناس، هتشوف نموذج عملي ليوم غذائي كامل حسب احدث الارشادات الغذائية اصدار 2026، وهنتكلم عن اهم التحديثات في الارشادات الغذائية الجديدة اصدار 2026، وهديك تمرينة بسيطة جدا تنفع مقاومة وكارديو في نفس الوقت، وتقدر تعملها حتى لو انت واقف او قاعد على الكرسي. بس هبعتها للناس اللي كملت الفيديو للاخر وكتبت كلمة تمرين في الكومنتس. اول خطوة قبل اي نظام غذائي، اعرف نفسك. في حاجتين لازم تحسبهم: مؤشر كتلة الجسم البادي ماس اندكس، واحتياجك من السعرات. مؤشر كتلة الجسم بيتحسب كالتالي: الوزن على الطول بالمتر في 2. لو أقل من 25 وزن صحي، من 25 ل 30 وزن زائد، أكتر من 30 تصنيف سمنة. لكن مهم جدا تفهم نقطة: مؤشر كتلة الجسم بيصنفك، مش بيقولك تاكل كام. هو أداة تقييم مش أداة علاج. نيجي للسعرات، وهنا أغلب الناس بتتلخبط. علميا مفيش رقم واحد يناسب كل الناس. احتياجك من السعرات بيعتمد على 3 حاجات: نشاطك وعضلاتك ونمط حياتك، نوم، شغل، سن. زي واحد ساكن في الدور الرابع طبيعي يحرق أكتر من واحد ساكن في الأرضي حتى لو وزنهم واحد. علشان كده بنستخدم رقم 2000 سعر حراري كمثال توضيحي، مش قانون ومش إلزام ومش مناسب لكل الناس، وتقدر تعدل عليه حسب حياتك. وطبعا كطبيب وأخصائي تغذية علاجية دايما بننصح إن الأشخاص اللي عندهم سمنة شديدة أو أمراض مزمنة محتاجين استشارة خاصة ونظام غذائي مناسب لحالتهم الصحية. طيب لو هتمشي على 2000 سعر، النتيجة هتختلف حسب احتياجك انت. يعني 2000 سعر ممكن تخليك تخس، وممكن تحافظ على وزنك، وممكن تزيد على حسب انت احتياجك كام. لو احتياجك الحقيقي من السعرات أعلى من 2000 سعر، جسمك ممكن يبدأ يفقد وزن تدريجيا. قريب من 2000 سعر تقدر تحافظ على وزنك. أقل من 2000 سعر ممكن وزنك يزيد لو مش واخد بالك. ليه بقول ممكن؟ لأن الوزن مش بيتحكم فيه عامل واحد بس، في عوامل كتير بتأثر، وأنا هنا بديك المبدأ العام. وخد بالك، إحنا هنا مش هدفنا التخسيس أكتر من تثبيت الوزن والحفاظ على أسلوب حياة مستمر. تعالوا بقى ندخل في العملي. أي وجبة رئيسية تتكون من بروتين زائد خضار زائد نشويات، ويفضل حبوب كاملة، زائد دهون بكمية بسيطة. النظام ده مبني على 5 وجبات في اليوم، مش لأن الرقم سحري، لكن علشان ثبات طاقة، تحكم في الجوع، التزام أسهل. وطبعا ممكن 3 وجبات أو 4 وجبات أو 5 وجبات حسب يومك. المهم توزيع البروتين والتحكم في الجوع. قبل ما ندخل على الأكل، عايزك تبدأ يومك بحاجتين: اشرب كوبايتين مية، وتمرينة بسيطة 10 عدات. مش جيم ومش جري، تمرينة بسيطة للحرق والمقاومة، تقدر تعملها في أي مكان حتى وانت قاعد على كرسي أو على السرير. وجبة الفطار ممكن ياخد من 10% لحد 25% من السعرات اليومية حسب أسلوب حياتك. احنا في مثالنا 2000 سعر اخترنا 15%، يعني حوالي 300 سعر. البروتين، اختار واحد: بيضة واحدة، أو 3 ملاعق كبيرة جبنة، أو 3 ملاعق كبيرة بقوليات، أو كوب لبن أو كوب زبادي، زائد حصة واحدة نشويات زي ربع رغيف عيش بلدي أو شريحة توست، زائد 3 ثمرات خضار، زائد معلقة صغيرة دهون زي زيت أو زبدة. وما تنساش كوب المية ومشروب دافئ. الوجبات الخفيفة أو السناك ممكن تاخد من 5% لحد 20% من السعرات اليومية حسب احتياجك ونشاطك. احنا في مثالنا 2000 سعر اخترنا 15%، يعني 300 سعر، وقسمناهم ل3 وجبات على مدار اليوم، كل وجبة 100 سعر. وجبة خفيفة واحد بعد الفطار ب4 ساعات، ودي بتكون 100 سعر. وجبة خفيفة 2 بعد الوجبة الخفيفة الأولى ب4 ساعات برضو، ودي كمان بتكون 100 سعر. ووجبة خفيفة ثالثة بعد الغداء ب4 ساعات وقبل العشاء، ودي برضو بتكون 100 سعر. الوجبات دي مهمة جدا وبتكون متنوعة، وممكن تكون اختيارية على حسب يومك ونظامك الغذائي، وعلى حسب انت حاسس بجوع او لا. لو مش جعان ما تاكلش. الوجبات دي بتكون زي ثمرة فاكهة أو
كوب زبادي أو كوب لبن أو مكسرات أو خضار أو فشار، وبعدها لازم نشرب كوب ماء. بالنسبة لحساب السعرات، راجع فيديو حساب السعرات. وجبة الغداء هو الوجبة الرئيسية، وممكن تاخد من 35 لحد 55% من السعرات اليومية حسب أسلوب حياتك. في مثال 2000 سعر، الغداء ممكن يوصل ل 1100 سعر. قبل الغداء كوب ماء زائد تمرينة بسيطة 10 عدات. وجبة الغداء تتكون من شوربة خفيفة أو شوربة خضار قليلة الدسم زائد حصة البروتين، اختار واحد، قطعة فراخ أو لحمة بحجم كف اليد، أو سمكة مشوية متوسطة، أو 10 ملاعق كبيرة بقوليات، أو 5 ملاعق كبيرة بقوليات زائد 2 بيضة، زائد حصة النشويات 10 ملاعق كبيرة رز أو مكرونة، أو 10 قطع محشي صغيرة، أو قطعة مكرونة بالبشاميل قد كف الإيد، أو رغيف إلا ربع عيش بلدي، زائد 5 ثمرات خضار سلطة خضراء مع طبق متوسط خضار مسلوق أو سوتيه، زائد الدهون من 1 ل 2 معلقة كبيرة بحد أقصى حسب احتياجك، سواء كانت لطهي الأكل أو توضع على السلطة، زائد طحينة أو مايونيز أو تومية معلقة صغيرة واحدة اختياري. وأخيرا ما تنساش كوباية المية. وأهم قاعدة عندي أنا، احسب وخليك ملتزم كويس قوي بكمية النشويات، اختار صنف واحد، ولو هتجمع نوعين نشويات قلل الكمية للنص من كل نوع. وجبة العشاء ممكن ياخد من 10% لحد 25% من السعرات اليومية حسب أسلوب حياتك. احنا في مثالنا 2000 سعر اخترنا ال 15%، يعني حوالي 300 سعر. وجبة العشاء تتكون من حصة بروتين زائد خضار، والنشويات حسب النشاط أو الاحتياج. أمثلة: سلطة تونة أو سلطة جبنة قريش أو زبادي زائد شوفان بسيط، أو 2 بيضة زائد خضار. قبل النوم قلل الموبايل، ظبط نومك، وما تنساش التمرين البسيطة 10 عدات، لأن النوم والرياضة بيقلل الشهية وبيحسن الحرق. ليه ده أسلوب حياة؟ لأنك مش حارم نفسك، فاهم جسمك وتقدر تعدل حسب يومك، وده الفرق ما بين دايت مؤقت وأسلوب حياة مستمر. أهم تحديثات في الإرشادات الغذائية الجديدة 2026. طيب إيه الجديد في تحديثات 2026؟ رجعوا للفكرة البسيطة: كل أكل حقيقي، قلل الأكل فائق المعالجة والسكريات المضافة، وزود الأكل الطبيعي. بالنسبة للنشويات، الإرشادات الجديدة بتشجع إن حصة النشويات على مدار اليوم كله تكون من 1 ل4 حصص حسب احتياجك ونظامك. الشخص قليل الحركة غالبا حصتين، الشخص النشيط أو اللي بيتمرن غالبا من 3 ل4 حصص. وفي مثالنا 2000 سعر، الغداء هيكون فيه 3 حصص نشويات، والفطار أو العشاء هيكون فيه حصة واحدة. خد بالك، الحصة يعني 3 ملاعق كبيرة رز، أو 3 ملاعق كبيرة مكرونة، أو ربع رغيف عيش بلدي، أو شريحة توست. يفضل أن النشويات تكون من الحبوب الكاملة بدل المكررة، زي الرز البني، الشوفان، عيش الشعير أو البلدي أو السن. كمان في تغيير واضح جدا في البروتين، بقى في تركيز ان البروتين يكون موجود في كل وجبة، ومع توصية اعلى للبروتين. بس خد بالك، استهلاك البروتين مش واحد لكل الناس، على حسب السن، امراض الكلى، النشاط، الحمل، كل ده بيختلف من شخص للتاني، ولازم تقييم فردي. يعني الإرشادات بتدينا اتجاه، إنما التنفيذ الصح لازم يبقى شخصي. الخلاصة: لو فهمت المبدأ، مش بس هتظبط أسلوب حياتك على 2000 سعر، هتعرف تزود أو تقلل على حسب هدفك من غير لخبطة ومن غير ما ترجع لنقطة الصفر. لو عايز التمرينة اليومية البسيطة اللي تكسر الخمول وتزود الحركة، اكتب كلمة تمارين في الكومنتس.